أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صباح ورد وصباح فل وصباح ياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب اسمع عنكم كل خير، ويا رب كل اللي بيتابعني والأمة الإسلامية كلها يكونوا بخير. عايزة اقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد مني. يلا بقى كده، بصي بقى ايه، يعني حاولي تطلعي بقى ايه اي حاجة فيكي، يعني اي حاجة فيكي. شغلي بقى القرآن، بحب اسمع صوت الشيخ عبد الرحمن مسعد ده جدا، برتاح له نفسيا. بصوا، هو الفكرة وما فيها ان انا يعني قلت النهاردة الخميس، وانا يوم الخميس ده دايما بروق فيه الشقة على قد ما اقدر. في حاجات بصراحة عملتها معاكم في الكاميرا وفي حاجات لأ، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم فيديو النهاردة، بما ان انا يعني طلبت سمك من بره ومش قادرة اعمل اكل. قلت خلاص بقى ايه، اقوم يعني من التعب اللي انا فيه احاول ان انا اغير جو، اعمل اي حاجة في الشقة. دايما خلي عندك طاقة شوية وإيمان بالله. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ربنا ما بيجيبش أي حاجة وحشة. يعني في الأيام اللي احنا فيها دي دايما خليكي متفائلة، تفائلي خير تجديه. بس فالفيديو عادي، ويمكن في الآخر جبنا طلبات هوريهم معاكم الطلبات اللي جبناها ايه. بس يلا بقى، المهم بصي بقى ايه، انا هنا بقى كنت عامله الصاله معاكم الاسبوع اللي فات، وكنت الاوض كنت عاملاها قبلها. المهم ان انا ايه بحاول اقسم الشقه على مرتين لحد ما الست تيجي تساعدني. بصراحه انا بس فركزوا بقى معايا، اهم حاجه دعوه منكم حلوه تشجعني. في ناس بصراحة بعتتلي كتير بتقولي لا يا سارة، ارجعي وكده وكملي، عايزين نشوف فيديوهاتك. وانا راجعة عشان الناس اللي بتحبني بصراحة. تعالي ما اقولك بقى يا قروبة احنا عملنا ايه. قومي كده، خلي عندك نشاط شوية. حاولي بقدر الامكان انك يعني ايه سلي نفسك. صدقيني والله مش هتخسري حاجة، بجد التسلية حلوة. انت ساكتة ليه؟ صلي على الرسول. المهم ان انا عايزة اقول لكم حاجة، يعني نصيحة مني. ما تخليش حد قريب منك قوي، بلاش تخلي حد قريب منك قوي. بلاش يبقى عندك واحدة 24 ساعة بتقعد معاكي، تمام؟ وتيجي بعد كده تطلع ما تستاهلش، تطلع مش جدعة، تخونك، تقول اسرارك بره، تمام؟ فدايما خليكي في حالك، خليكي مثلا حياتك لوحدك. ليكي صحاب، ليكي قرايب، ليكي معارف، خليكي لوحدك. نصيحة خدها مني. انتي ما انتيش ضامنه اللي داخله بيتك دي هتطلع تقول عليكي ايه بره. لو شافت ايه عندك هتقول عليه بدل الكلمه 10. مفيش واحده هتدخل بيتك وهتبقى كويسه، او بمعنى اصح هتبقى بتصون العيش والملح اللي كلته. فدايما خلي عندك يعني انفصال بينك وبين اي حد انت تعرفيه. بيتك حاجة وصحوبيتك حاجة، شقتك ومعرفتك بحد حاجة، ومثلا لا، اعملي انفصال بينهم. اعملي دايما كل واحد تخليه بعيد عنك اريح. خلاص، يعني بلاش تقربي منهم قوي، بلاش حد يعرف عنك حاجة، بلاش حد يعرف انتي مبسوطة ولا لا، بلاش حد يعرف انتي تعبانة ولا لا. التعب ماشي ماشي انا معاكي، بس بلاش تفاصيل. وخديها مني نصيحة، خديها مني نصيحة. خصوصا لما واحدة تكون اتلدعت بدل المرة كم مرة. ف يعني خلي بالكم من بيوتكم، ستات البيوت. حافظي على بيتك،
ما تدخليش حد في حياتك خالص عشان ما بيجوش من وراهم الا الخراب. المهم خلينا في الحته دي عشان اقول لك ايه وبعد كده نكمل. انا هنا كنت هغسل الرخامه، فانا بعمل ايه بقى؟ انا حاطه ميه دافيه هنزل عليها بنص ازازه الخل. خلاص، اساسي الخل بينظف وبيخلي يعني اللي هو ايه الهاموش والحاجات الوحشه اللي بتيجي دي مش هتدخل عندك. دي بقى صابون ابيض روه، انا بحطه في كل حاجه بصراحه، فانا حطيت منه وكمان هقلب وهنزل بشويه معطر. انا مش عارفه ما اتصورش ليه بصراحه، تقريبا انا كنت قفلت الكاميرا حاجه زي كده. فوطك بقى الحلوه دي امسحي بقى ايه. ده كان الميكروويف، كنت مش عارفه تقريبا كنت عاينه فيه اكل. المهم ان انا سبته فالجو كان حر، ده الكلام ده من فتره، فطلع ريحه، فانا ايه هويته شويه غسلته كويس. اركنه بقى على جنب كده واوضب من تحته بحيث ان ايه ما يبقاش في حاجه. انا حاولت على قد ما اقدر، خليت يعني ايه الرخامات كلها مسحتها وعملتها يعني ايه على قد ما اقدر بصراحه، مع اني كنت تعبانه والله، بس انتوا غاليين عندي ولازم طبعا انزلكم فيديو كل يوم على الاقل. بحاول على قد ما اقدر اوفر لكم واعمل لكم يعني فيديوهات، عشان في ناس كتير بتكلمني بتقولي لا نزلي فيديوهات، احنا عايزين نشوف كذا، عايزينك تعملي كذا. انا ببقى مبسوطه والله، مش ببقى زعلانه. انا بنبسط جدا من الناس اللي بتقدرني وبتتفرج عليا وبتدعمني، بالعكس انتوا بتشجعوني اعمل حاجات تانية، بتشجعوني اعمل حاجات كتير. المهم بقى بالنسبة للكلمتين اللي انا قلتلكوا عليهم من شوية دول، ده مش يعني هي انا حبيت اقولها عشان في واحدة كلمتني بموضوع يخصني، وانا قلت لها الموضوع اللي يخصني دون لازم انصح اي حد بيشوفني او بيتابعني من النقطة دي علشان ما محدش يتقرص زيي بصراحة. بس المهم بقى ايه، يلا بقى البرطمانات دي في منها اتكسر وفي منها موجود ما شاء الله. مهيد ابني وهو صغير خلص عليهم، بس يلا كله فداه، كله لاجل عيون مهيد ابني. المهم انا بقى ايه البرطمانات دي بقى هحاول احطها في مكان، وهعمل معاكم كوفي كورنر في جنب كده في المطبخ. هو فكرته حلوه بس لسه هجيب له بقيه الحاجه. هو جنب صغير كده وانا هوريهولكوا حالا انا هعمل فيه ايه. خلاص يلا، انت لسه قاعده ما عملتيش اللايك، اعملي اللايك والاشتراك بتاعك الحلو بقى عشان فيديوهاتنا تكتر والعيله بتاعتنا تكتر والفيديو يوصل لكل الناس اللي بتحب الفيديوهات اللي زي دي وبتتفرج عليها. في ناس هنا تعرفني شخصيا وفي ناس ما تعرفنيش شخصيا، بس صدقيني هتفرحي معايا جدا وهتنبسطي جدا، خصوصا من الفيديوهات دي. خلاص يلا بقى. انا هنا كنت بقولك كنت بعمل ايه بقى. العلب اللي هي الفاضيه دي حاول ان احط فيها الفتله والحاجات اللي زي دي. بصوا الشكل ما شاء الله. يلا بقى احنا ركناه على جنب، هوريهولكوا في الاخر. خلاص انا عملت كوفي كورنر في الجنب كده. المهم انا اصلا الشباك ماليش خلق ولا ليا طاقه ان انا اصلا افتحه، بس غصب عني بفتحه عشان الشفاط بتاعي مش شلته لحد ما اركب شفاط تاني، فانا بقى ايه همسحه وهقفله. خلاص انا هنا كنت بسيح زبده حطيت عليها قشطه وركنتها على جنب لحد ما خلصت كده الدنيا دي والمواعين دي كلها. بصوا تكه واحده الكوفي كورنر هناك اهو، وهنا خلاص وضبت المطبخ. لسه بقى الارضيه وقفت بقى الموبايل وحاولت ان انا ايه يعني انجز، وعشان ما اطولش عليكم الفيديو اوريكم انا هعمل ايه. خلاص بصي بقى ركزي معايا بقى. يعني يعني احنا روقنا الاوضه وروقنا المطبخ، جيت على الحمام لا طبعا انا خلصت الصاله. لسه هنبدا معاكم الفيديو بتاع اوضه مهيد، عشان اوضه مهيد كلها سجاد ولسه هاخد السجاده واوديه المغسله، فالموضوع لسه ايه في اوضه مهيد هيطول معانا شويه. المهم ان انا غسلته بالسلكه. عندي هاربك بس مش عارفه ايدي متعوره، لو عملت بيها هيضايقني، والجوانتي مش هيخليني اعرف البلاستيك مش هيعرف يخليني اتحكم في نفسي كويس وانا بغسله. المهم
هاتي بقى مقشه حلوه كده تكون خشنه، وبصي المرايه بقى بالجدران بكله. بصي ما تسيبيش حاجه لما تعمليها. بصوا في بقعه هناك انتوا شايفينها دي، كنت بحط حنه سمراء، وغصب عني انا كنت وبغسل وانا كنت في البانيو فنزلت عليه، فمش راضيه تطلع، بس هنطلعها ان شاء الله. الشباك بقى بصي انا كنت حاطه في الميه معطر ودوني ورغوه وشويه اريال وشويه خل، وقعدت بقى ايه ان انا امسك الجدران كده كل حاجه تبقى مغسوله كويس. والبانيو برضو غسلته بالسلكه والبريل والقعده بتاعه الحمام. بصوا يعني ايه، حاولت على قد ما اقدر كده ان انا اصور لكم، لان الميه طبعا هتبهدل الرينج لايت، فايه قلت لا انا هصور لقطات. المهم لو لسه ما حطيتش اللايك لحد هنا حطيه، ولو لسه بتتفرجي على الفيديو لحد اللقطه دي قوليلي لو انتي حباني. بصي هقولك على حاجه، في تعديلات لسه هظبطها في الحمام هبقى اعملها واوريها لك. خلاص لما اجي اعملها هبقى اوريكم الفيديو، هوريك كل حاجه انا بعملها. لما اجي اغير حاجه في الشقه ان شاء الله هصور لكم كل حاجه ان شاء الله، ان شاء الله بامر الله، واحده واحده هوريكم كل حاجه انا عايزه اعملها في الشقه. خلاص هنا الستاره بقى دي عندي واحده تانية عيناها، مش بحط الاتنين، بحطهم في العيد بس، لان في الفتره دي يعني حاجه بسيطه كده ما بنحبش نقفل كله. المهم ان انا هغسلها وهي واقفه. هنا بقى كنت مشغله اللي هو الضغط بتاع الميه دون. حاولت ان انا اظبط الحمام كده على قد ما اقدر، مع اني والله 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 ان انا كنت تعبانه جدا 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 بجد. بس معلش انا من الناس اللي طلبوا مني فيديوهات مش هقدر اخر لكم حاجه، وانا بصراحه برتاح جدا لما بصور لكم، خصوصا ان انتوا بتبقوا متابعيني وكل حاجه بتتفرجوا عليها معايا. ببقى مبسوطه قوي من الناس اللي بترن، يعني في ناس بترن عليا تقول لي انت ما نزلتيش فيديوهاتك ليه النهارده. بجد بجد انتوا حاجه حلوه جدا والله والله. انتوا فعلا بتهونوا عليا اليوم لما بصور معاكم حاجه، بحس ان انتوا معايا اصلا، ان انا بكلمكم وانتوا بتكلموني، ان احنا نعرف بعض كده. معلش لحظه بس انا كنت النور عشان مهيا نام وانا جنب منه. شفتوا الهدوء لما بيبقى صاحي حرفيا بيتعبني. بس لحد كده هنحاول بقى بصوا انا ظبطته خلاص. الاضاءه هناك مش حلوه في الحمام، بظبطها لسه الكهربائي هيجي يظبط الدنيا. المهم يلا تعالوا بقى اما اقول لكم بقى انا نزلت النهارده بيتي كان ناقصه، يعني كنت عايزه اجيب مناديل المطبخ. المهم خلينا بقى في اللقطه دي. بصوا الرز ده انا كنت جايباه من السوبر ماركت، بصراحه انا جربته قبل كده، كنت واخده منه كيلو. طلع مفلفل بيعمل معايا زي الرز البسمتي. انا مش عارفه اسمه والله، بس هحاول ان انا اشوف لكم الاسم واكتبه لكم. المهم جبت رز من ده، عندي رز البلدي هعينه مش هعينه لا، احتاجه مثلا في الرز المعمر والحاجات اللي زي دي، انما ده بقى عايزه اعمل منه ريزو بسمتي الكلام ده. المهم جبت مناديل مطبخ كانت عرض، الاتنين دول مش فاكره والله الفاتوره جوه. المهم في حاجات انا مش عارفه اسعارها بصراحه. المكرونه برضو كان عليها عرض، جبت ازازه لبن عشان مهيد، والدقيق الفاخر ده برضو اساسي ما بقدرش استغنى عنه. المهم ما كانش عندي كاتشب، جبت جردل كان بحاجه و50، او جبت برطمان صلصه، جبت ايه تاني، جبت علبتين تونه، جبت عيش. العيش ده انا بحبه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا اللهم صل عليك يا نبي، انا لما رحت هناك في السوبر ماركت انا تهت بصراحه. حتى انا جبت هناك الفانيليا دي انا بحبها جدا جدا، وصدقت ان انا لقيتها ما كانتش بتبقى موجوده هناك. جبت كيسين ملح. انا رحت اصلا تهت، انا مش عارفه اخد بس حتى البسبوسه اللي هو انا مش عارفه انا ناقصني لان ما كتبتش. انا كنت نازله بالصدفه وجوزي قال لي تعالي نروح السوبر ماركت لو في اي حاجه ناقصاكي، بس انا مش فاكره عشان ما كتبتش، فحاولت على قد ما اقدر اجيب الحاجات اللي هي اللي قدام عيني اللي انا فاكراها. الترنج ده عجبني جدا لمهيد،
يعني هو بنسبة 50% هو مش عجبني قوي، هو ملفتش نظري، هو لفت نظر ابو مهيد، فهو اللي قال لي هاتيهوله مش هيخسر. هو اصلا عنده هدوم كتير جديدة، جايله هدوم كتير قوي جديدة، فقال لي خلاص ايه نجيبه تغيير يبقى عنده يلبسه في اي وقت وخلاص. فهو تنقيته هو، بس هو طلع حلو بجد بجد، طلع حلو. يلا شوفوا اشوفكم على خير، واللايك الحلو والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد مني. سلام.